أهلا بكم في قناة الإبواب. قصتنا اليوم قصة حزينة مؤلمة. أحيانا الإنسان من أول ما يفتح عينه على هالدنيا إلى أن يموت يظل مظلوم. أحداث القصة هذه تدور في الكويت في المنطقة السالمية اللي سابقا كانت تعرف بالدمنة، وبالذات في منطقة الآن بيت علي كان وين الحين مارينا مول بالسالمية، هناك كان بيتهم. والأحداث بدأت من 1900 وانتهت بموت علي ب 1975، يعني 75 سنة عمر القصة ومعاناة. هذا علي لما كان عمره 4 سنوات حفظ جزء عما كامل وكان ذكي جدا، وبعدها مباشرة حفظ سورة البقرة وآل عمران، وما كان يحتك ويا أقرانه ويا أصدقائه، ما كان يحب يلعب وياهم. دائما نشوفه ماخذ الفحم ويكتب على الجدران في الحارة في الدمنة هذه بالسالمية. حافظ عدة قصائد، أبيات شعرية، أبيات الشعرية الجاهلية كلها كان حافظها معظمها ويكتبها على الجدران، يكتب أي شيء يجي في باله على الجدران. ودائما كان يريد يطلع مع أبوه، يقول لك ما أحب أجلس في البيت، ما أحب ألعب في الشوارع. يوم من الأيام هو علي كان طالع مع أبوه رايحين السوق، والتقوا مع أبو نوراء ومعه بنته نوراء. كانوا جيران سابقا، الآن ابتعدوا شوية راحوا السكة الثانية. فأبو علي كان يقول حل أبو نوراء ما شاء الله نوراء كبرت بنتك هذه وجميلة أو حلوة أو من هالقبيل. فعلي التفت إلى أبوه قال له بابا هذه مو بنت أبو نوراء، نوراء مش بنت أبو نوراء. طالع وقال له إيش تقول أنت؟ قال له هذه بنت أبو جاسم. منو أبو جاسم؟ أبو جاسم أخو أبو نوراء، هم ساكنين في نفس البيت. عادة العوائل والأسر كانت تسكن أكثر من عائلة في البيت واحد. أبو جاسم ساكن فوق مع زوجته ومع أولاده، 3 أولاد عنده أو ولدين، وأبو نوراء ساكن نفس الشيء في نفس البيت تحت. أبو جاسم توقف، طبعا أبو نوراء توقف ما قال أي شيء. فالأب كرر على علي قال له علي عيب هذا الكلام. قال له لا بابا أنا ما أكذب، يعني هذه مش بنت أبو نوراء، نوراء بنت أبو جاسم. على أي حال افترقوا. هذا أبو نوراء بدأ يحسب حساباته، كيف هذا الكلام يعني؟ وفعلا هذه بنتي ما تشبهني أنا، تشبه أخوي. ونحن دائما نقول بأنه العرق دساس، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. فعمها بالنهاية تشبه عمها، وين المشكلة يعني؟ تشبه أخوي. لكن الشيطان بدأ يوسوس، يا رجال مو صحيح هذا الكلام، حاول تفهم تستفسر. يوم يومين يوم الثالث ما قدر يتحمل، راح عند أخوه قال له يا أبو جاسم أنا في عندي موضوع مسويني أرق، لا أقدر آكل لا أشرب. قال له أنا ملاحظ عليك خير، أنا كنت أريد أسألك حتى. قال له شوف الموضوع صار كذا 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 قبل 3 أيام. قال له طيب إيش تشور أنت علي، إيش نسوي؟ قالوا الليلة نروح نحن بيت أبو علي ونسأل. قال له حاضر. فعلا بعد صلاة العشاء، عدد سابقا الناس كانوا يتعشون بالسرعة وينامون بالسرعة، راحوا عنده. يا أبو علي نريد علي إذا ما نايم. قال له لا ما نايم، اطلبه. قال له علي أنت كنت تقول هذه بنتنا نوراء هذاك اليوم؟ قال له نعم، واليوم أقول بكرة أقول بأنه هذا ما بنتك عمي، هذا بنت أبو جاسم. هذا أبو جاسم عمي اللي قاعد، هذه بنته نوراء. كيف؟ قال بس هذه مو بنتكم أنتم، هذه بنت أبو جاسم. اثنيناتهم استغربوا، الأب استغرب، نوراء ما فاهمة إيش القضية. عموما رجعوا إلى بيوتهم، كل واحد منكس راسه وإنا لله وإنا إليه راجعون، والشيطان يلعب وشاطر. دخلوا البيت، أبو نوراء رأسا راح عند أم نوراء بدون ما يسلم عليها، قال لها خبريني هذه نوراء بنت منو؟ قالت سبحان الله، لا سلام لا كلام، نوراء بنت منو؟ بنتك انت وبنتي انا.
قال أيوة أنت ما شايف تشبه أبو جاسم واجد؟ قال نعم تشبه أبو جاسم، كل ملامحها حركات نوراء كلها بسمتها حتى أبو جاسم. قال لا ما يصير، أنا أريد أعرف الحقيقة. إيش فيها رجال معك؟ استعيذ بالله من الشيطان. قال لا. قبل كذا يوم كنت مار أنا وعلي قال لي هالكلام. منو علي؟ قال لي هذا علي الصغير. واليوم أنا وأبو جاسم رحنا تأكدنا منه. فقالت أنا ما أقدر أفهم، يعني هذا بنتك وبنتي أنا. قالت خبريني الحقيقة، لازم تخبريني الحقيقة، لأنه من 3 أيام أنا خلاص مستوي للآخر. قالوا طيب اسمع، أنت عندك 3 أولاد، نفس الوقت اللي أنا كنت على حالة الوضع على شكل ولادة، أم نوراء كانت على وشك الولادة، هي فوق نحن تحت. الداية اللي موجودة كانت مع أم نوراء، ولما نزلت قلتها إيش ولدت هذه؟ إيش جابت؟ قالت جابت ولد. زين، قلتم سبحان الله هذا عندهم 3 أولاد صاروا. وقالت لي داية قبل بأنه أنت راح تجيب بنت. قلت أنا ما أريد بنات، أنا إذا جبت البنات زوجي راح يطلقني، لأنه صار عندي 3 بنات الحين. لكن أنت اعملي هكذا، إذا أنا ولدت الحين أنا كل ذهبي حالك أنت، كل فلوسي حالك أنت، روحي جيبي لي بنتهم وخذي ولدهم. يقول هي وافقت فعلا. أنا قلت بعطيك ذهب الحين ما أقدر أقوم من مكان. قالت لا تقوم. يقول فعلا أول ما أنا ولد راوتني هي وخليتها على حضني، وشلت البنت لفتها نوراء هذه وجابت لي ولدهم. زين، هذا الولد اللي موجود، فتبادل صار. الأب سكت ما أعرف إيش يقول. صعد فوق عند أخوه، نادى ووسوس في أذنه بأنه كذا كذا الموضوع. والداية هذه ماتت زين قبل 2 تقريبا. فهذه الداية لما كانت تقول هالكلام تنقل هذا الموضوع وهي خايفة من عقاب الله. علي كان في بيتهم صدفة، هذا علي الصغير كان في بيتهم وسمع الحادث وجا نقلهم، بس ما خبرهم التفاصيل. الآن إيش الحل؟ أشاعوا في الحارة بأنه هذا علي ساحر، هذا علي يحفظ كل شيء، ونشوفه دائما يكتب على الجدران. معناته هو جاي يتكلم مع الجن. هو لما يكتب على الجدران بالفحم قاعد يتكلم مع الجن، لأنه الجن من نار وهذا الفحم. ونحن كم مرة نقول له علي أنت إيش تكتب؟ يقول بس أكتب القصائد. وهو يحفظ كل شيء، هو صغير عمره 4-5 سنوات وحافظ جزء عمه وحافظ البقرة وحافظ آل عمران. معناته في مصيبة موجودة في الحارة عندنا وبدون ما نحن ندري. أهل الدمنة هذه السالمية كلهم فعلا الكلام دخل في مخهم بأنه هذا علي في جن يتعامل مع الجن. يوم من الأيام أمه كانت تتضايق، علي حتى كان يتضايق، أبوه حتى كان يتضايق. يوم من الأيام علي كان يمر في السكة عندهم في السالمية وشم ريحة حريق أو شيء من القبيل. دخل داخل البيت قال لها عمتي حليمة. قالت له نعم علي إيش تريد؟ هي خافت. قال في ريحة حريق عندكم. قالت له وين ريحة حريق؟ نحن الحين سجلنا التنور نريد نعمل خبز، ما في حريق. طلع شوية وإلا هذه الحليمة تطلع وتركض، بيتها كله احترق ودجاجات احترقت واللي كان في البيت. وقالت هذا الجني هذا علي هو دخل عندي وقال لي في حريق، مع انه ما كان في اي حريق، والان بيتي كله احترق وهذا علي. المنطقة مرة ثانية بدأت تقول الكلام وتردد الكلام. الأم تتضايق، أم علي تتضايق يعني. بعدها بفترة زين علي كان يسلم على شخص واقف معه. السلام عليكم عمي، كيف حالك؟ من زمان ما شايف منك، ايش اخبارك؟ طلع هذا الرجال راح رجع بيته. زوجته سألت له قالت اشوفك مهموم اليوم كأنك كئيب. قال لي والله شفت هذا الشيطان في الطريق. منو الشيطان؟ قال هذا شيطان اخو ابليس
علي ايش في؟ قال قاعد تسألني صحتي وكيف حالك، ايش اخبارك عمي من زمان؟ طيب ما في شيء، هذا ولد. قال له لا هذا ابليس. خلاص روح جيب الغداء، خلينا نروح نتغدى. راحت الحرمة تجيب الغداء، رجعت شافت زوجها ميت وبدأت تصرخ هذا علي وهذا الجني وهذا كذا. الحارة تعبت، اجت عند ابو علي وعند عمه، قال له شلوا هذا ولدكم علي واطلعوا من الحارة رجاء، ما احنا ما قادرين نعمل اي شيء. كيف هذا بيتنا، بيت الأسرة، بيت العائلة، ساكنين فيه سنين. زين أنا ما أعرف قلت أو لا، هذا البيت في نفس المكان تقريبا وين في مارينا مول بالسالمية، كان فيها الحدود. قالوا لا إلا تشوف الحل. طيب إيش الحل يعني؟ ما نعرف. خلاص روحوا أنتوا ونحن نشوف الحل. الأب راح عند معلم حسين، هذا اللي كان يعلم القرآن حال علي. فمعلم قال له فعلا أنا كنت أشوف ولدك مش طبيعي يعني ولدكم. ليش؟ قال هو كان يصحح قراءتي. أنا الآن صار لي أدرس 20 سنة معلم في هذه الكتاب، وكان يصلح قراءتي بالقرآن، فمو طبيعي. طيب إيش الحل يا معلم؟ قال نعمله كي، نعمله وسمة في راسه عشان يطلع الجن، وانتم بكرة جيبوا حال عندي، يعني حاله عندي أنا، ونحن أنا أجيب واحد من الحارة بعد في منطقة ثانية وحتى يعرف يطرد الجن ونعمل له وسم. قالوا زين. وفعلا جابوا علي مسكين ما يعرف أي شيء، ما خبروا أهله. وبعدين هذا معلم خبر حل أهل الحارة جيرانه بأنه إذا سمعتوا في بيتي بكرة صراخ لا تجوا عندي، لأنه أنا أريد أطرد الجني هذه من علي. قال له إن شاء الله. قال اقفلوا عليكم أبوابكم عشان هذا الجني ما راح يتقمص فيكم. فعلا الأب والعم أخذوا علي، راحوا هناك، قال لهم أنتوا امسكوه اربطوه وأنا راح أوسمه. هذاك اللي كان جاي من القرية الثانية نفس الشيء. زين شكله كان شكل مرعب، هذا كئيب. وربطوا حل علي، سكروا الباب عشان ما حد يدخل عليهم، وبدأوا يوسمون حل علي. عملوا له كي، حرقوا جسمه، كل قطعة من جسمه حرقوه بالحديد، يسخنوا الحديد يحطون على أجزاء من جسمه، والولد بدأ يصرخ ويصرخ، لكن ما حد يجي ينقذ هذا الولد لأنه كلهم خايفين. ومعلم حسين هذا قال لهم بأنه ما حد يجي وما حد يحاول يجي صوب بيتي لأنه الجن راح يتقمص فيه. بالتالي في الليل خلصوا من الوسم، يمكن أكثر من 30-40 وسمة في جسم هذا الطفل اللي عمره ما يتجاوز 5 سنوات. رجعوا بيت مشوه بالكامل. الأم لما شافت ما عرفت إيش تسوي، ظلت طول الليل تعالج ولدها وهو يحترق، يعني ما في قرار. زين حتى الوسم في عيونه، حتى دخل المسامير ساخنة في عيون علي. بعد 2-3 أيام الأم ماتت لما شافت حالة ولدها، وهذا مسكين ظل يعني ما له أي علاج. بعدها بيومين هذا أبو علي، عم علي، وولد المعلم حسين، هذول كانوا صيادين دائما يطلعون البحر. وفعلا طلعوا البحر ما رجعوا، القارب غرق بهم. قالوا إذن هذا الجني اللي موجود في رأس علي زين غرق عم علي وغرق ولد معلم حسين، والآن ما حد يتعامل مع هذا البيت نهائيا، ما في تعامل مع هذا البيت، لا بيع لا شراء لا سلام ولا نزورهم ولا يزورونه، لأنه هذا الجن الممسوخ الآن صار أقوى مما كان سابقا. علي أمه ماتت، الأب تزوج بعد فترة، خلوا علي فوق طايح. ولد عمه اسمه حسن، زين في نفس سن علي كان تقريبا، وكانوا أصدقاء. هو اللي كان يهتم بعلي، دائما يصعد عند علي يجلس معه. علي بعد فترة بدأ يتكلم شوي شوي بس ما قادر يقوم،
ويتألم يصرخ من الألم وما في أحد يهتم فيه. أنا أريد أختصر عشان ما نطول. على أي حال الأمور هذه امتدت فترات طويلة، جيل بعد جيل كان يقول بأنه لا تقتربوا من هذا البيت، هذا البيت فيها جن ممسوخ وراح يتقمصكم إذا جيتوا. حتى البيوت اللي جنب هذا البيت هجروا بيوتهم، راحوا إلى مناطق أخرى، زين، أو في نفس المنطقة بس بعيد عن البيت. يقول لك بالليل في صراخ، الجن قاعد يصرخ. وأجيال اللي إجت اللاحقة زين ما كانت تعرف السالفة، بس إيش في هذا البيت؟ يقول لك جني موجود، هذا البيت مهجور في جني موجود، ما حد فيه، فعلا ما حد كان ساكن فيه، غير بين فترة وفترة ولد عمه علي يجي يعطي له الأكل، يجلس معه يكلمه وما يقدر يسبح، حتى الرجال كلها هجرون. زين، ما جابوا حتى أحد حكيم أو أحد يعالجه. في سنة 1975 ظل من 1900 إلى أن 1975 75 سنة هذه المعاناة، الأجيال تجي وتندثر، تجي وهذا الرجال على قيد الحياة بألمه. إرادة رب العالمين، هو يعرف، هو اللي يدير الكون. ليش طول في عمره؟ رب العالمين هو اللي عليم. في 1975 لما إجا واحد من أحفاد ولد عمه يزوره، لأنه لما ولد عمه مات بلغ أولاده بأنه ترى هذا ما عنده أحد هم، ديروا بالكم، الله عليكم، يعني في اليوم يومين روحوا زوروه، خلوا أكل حاله بنفسه راح يأكل، يحتاج أي شيء جيبوا حاله، ما كان يحتاج. فحفيد لما إجا شافه ميت، وفعلا بلغ الناس بأنه هذا الآن مات، يعني لازم نغسله وندفنه. إيش قصة الرجال هذا؟ يعني نحن نشوف بأنه هذا البيت مهجور وفي صراخ بالليل ودائما في صراخ وكذا، فالقصة انتشرت بأنه هذا كان علي شاطر وصار معه هذا الظلم، وقع عليه الظلم، والآن بعد 75 سنة الرجال مات. زين، لما مات كان عمره تقريبا 80 سنة، والأجيال بدون ما تعرف إيش، بس كانت تنشر الشائعة هذه بأنه لا تقتربوا من هذا البيت، لا تمشوا صوب هذا البيت، وبالذات بالليل لأنه الجني ساكن في هذا البيت. فالأحداث مؤلمة، الدنيا شوية صعبة مؤلمة، والرجال هذا دفع ضريبة شطارته وكلمة الحق، قالهم بأنه هذه نورة مو بنتكم، وفعلا طلعت مو بنتها، مو بنتهم يعني. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله، نشوفكم في الحلقة الجاية.